بيقول لك نادي الاتحاد السكندري تواصل مع تذكرتي والامن عشان يشتروا التذاكر كلها بتاعت ماتش الاتحاد الجاي. وكمان اي حد معاه فان اي دي من نادي الاتحاد السكندري هيروح الماتش ببلاش. يذكر ان نادي الاتحاد السكندري في المركز الاخير برضه. نادي الزمالك تواصل مع احدى البنوك عشان ياخد قرض ب20 ولا ب25 مليون عشان يفك الازمه بتاعت مستحقات اللعيبه. طيب مجلس اداره النادي الاسماعيلي قاعد زي الكراسي اللي انتوا شايفينها دي، ما بيعملش اي حاجه، ما بيعملش اي حاجه حرفيا. النادي الاسماعيلي في المركز الاخير 4 نقط، ما كسبش غير ماتش واحد، خسر 5 ماتشات، ويعني اداء من سيء لاسوأ، اداء يعني متواضع جدا. النادي الاسماعيلي ما بيتحركش، مجلس اداره بيتفرج على اللعيبه وفي الملعب ما بيعملش اي حاجه. يقول لك احنا هنفك القيد في يناير، وهو اصلا مش هيعمل حاجه. وهو لو كان معاه فلوس كان مستناش ان النادي يوصل للوضع اللي هو فيه ده. فمجلس اداره النادي الاسماعيلي كده كده اخرهم معانا يوم 8 اكتوبر. يوم 8 اكتوبر يوم الحسم، يوم انقاذ النادي الاسماعيلي. اتمنى يوم 8 اكتوبر الدنيا تتحل والجمعيه العموميه تظبط كده، والمجلس ده يمشي ونرتاح منهم، عشان جماهير النادي الاسماعيلي تعبت. جماهير النادي الاسماعيلي من يعني تتفرج على اللعيبه في الملعب وهي مش عارفه مين دول، مش عارفه، مش ده النادي الاسماعيلي. اي حد بيحب الكوره زعلان على اداء النادي الاسماعيلي وزعلان على وضع النادي الاسماعيلي. ومجلس الاداره طبعا ولا في دماغه، وعمال بيضحك على الجمهور وينزلوا بيان على الفيس، يعني كلام غريب، كلام ضحك على الجمهور، مع ان الجمهور اصلا فاهم كل حاجه. يعني الجمهور ما يضحكش عليه، هو فاهم كل حاجه وفاهم كل وضع بيحصل في النادي. يوم 8 اكتوبر ميعادنا ان شاء الله، وان شاء الله الازمه دي تتحل والنادي الاسماعيلي يرجع لمكانته الطبيعيه.